تطورت الحالة الصحية للفنان الكويتي حياة الفهد جلطة وممنوع عنها الزيارة. أزمة صحية مفاجئة تعرضت لها الفنانة الكويتية حياة الفهد استدعى دخولها إلى أحد المستشفيات. وكشفت وسائل إعلام كويتية أن الفنانة الكبيرة تعرضت لجلطة استدعت بنقلها داخل العناية المركزة ومنع الزيارة عنها نهائيا حتى تحسن حالتها الصحية. وكانت أسرتها أعلنت في بيان رسمي دخولها المستشفى أثر تعرضها لوحكة صحية. دعاية الجمهور إلى الدعاء لها بالشفاء. وجاء في البيان تعلن أسرة ومحبوب الفنانة الكبيرة حياة الفهد ومؤسسة الفهد أن الجميع تعاني حاليا من وحكة صحية، ونسأل الله العلي القدير أن يمن عليها بالشفاء العاجل ودها إلى جمهورها وهي بأفضل حال. حياة الفهد من أبرز نجمات الدراما الخليجية، وكان آخر عملها مسلسل عزمي أمي الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وقدمت فيه شخصية شال المرأة القوية التي تفرض قراراتها على عائلتها مما يشغل الصراع والأحداث المشقوقة. المسلسل من إخراج باسل الخطيب وتأليف عبد المحسن الرضوان وبطولة إبراهيم الحساوي. ظهر الخروج شيماء علي ريم أرحمة إلى جانب نخبة من نجوم الخليج.